السلام عليكم اخوان. اليوم 23 8. طبعا السنة كلش حارة ومطر ماكو. الجار يعني قوة جاي يقاوم، فراح اسمدها هذه البامية. قصيتها اسوي على تخضر. شوفوا هسه بدت هي تورد من جديد شوي، بس يراد لها اكثر عناية بالماي. يعني منظم السيستم على اليومية، بس قليل جاي يطلع لها ماي. واليوم اللي القاها ناشفة ازقيها بالصوم. طبعا ذاك الله شوفوا على الجهة الثانية تمطر مكان عندنا. حبيت بس اشوفكم هذا التسميد. هذا رحت على الستور لقيته رخيص. التسميد هذا 16 اريد اسمد البامية واريد اسمد النخلات. بس واحد يقول مثل ليش اسمد النخلات والناس الجاي ينطر رطب؟ يعني بعد نهاية الموسم ما يصير هذا الدفع الجديد. هاي الفترة الدفع الجديد يراد له كلش عناية مهمة، لان هسه هو هذا تكوين الثمر هسه مال السنة الجاية. اسماد حيواني الشهر التاسع ويا سوبر فوسفات ويا مواد اخرى. وهسه راح اسمد هذا الكيس، يعني هذا اقدر انتظره على الشهر التاسع بعد 10 ايام هيجي، واسمده مرة واحدة ويا الاسماد الحيواني. بس قلت خلي انطيه الجرعة هسه اسمد بيه هسه على ما اروح اخذ لهم كيسين 3. لكن اللي افضل اسمد بيه انا كنت هذا. شوفوا هذا اسماد متكامل، حكيت عنه يمكن ذاك اليوم. هذا 16 نيتروجين 8 و8 فوسفور وبوتاسيوم. بس اللي ادور عليه كنت بيه كالسيوم. اكو نوعية اسمدة اخرى بيها 3 كالسيوم. بالمستقبل ان شاء الله اجيبها احسن، لان هالارض دائما بيصير بيها نقص كالسيوم. بس هذا وسلفور يا اخوان. كل ما اسمد بيه كبريت، بيه 11% كبريت، يعني كلش لون. هذا ما بيه، هذا اعلى صحيح، بس هذا ما بيه كبريت. طبعا اغلى، هذا اغلى من هذا الثاني. بس ضروري تشتري بيه كبريت احسن. وبيه حديد، جدا ضروري الحديد. وبيه زنك، جدا ضروري الزنك. زين، فسميت بيه اول مره تسميده خفيف. هسه هذا راح اسمد بيه اليوم. كيس هذا اسمد اديه. هذه اعطيهم كل واحده قلاص. هذا يطلع تقريبا 400 جرام، يعني كيلو. انطي كل واحده كيلو. برحيات الورا البيت راح انطيهم كميه اكبر، لانه بعد الدفعه اكو بين 3 مع حاملات واكو 2 حاملات، وبس هنا اضعاف يعني صغار بعد يتجدد وحملنا هوايه، فيصير علينا هواي جهاد. ان شاء الله هسه من نخلص من ذني اروح على ذني يصير هناك. هذا عندنا ريحان. السنه احنا ما شاء الله يعني الحمل الرطب هذا مبين بالاثر. السنه ما شاء الله من وقت، لان الجو حار استخدمت فيها بوتاسيوم فصار اسلوب الوقت يعني. لكنه ضروري عليه اكياس البلاستيك. مرة مطره واحده تلوه عليه المطر يعفن كلش، ما يتحمل. هذا هو اصلا الرطب ما يتحمل. والمجهولات جدا حساس للرطوبه جدا. خلينا نشتغل ونصور لكم شوي النتائج بعدين. هذول الدجاجات الحلوات طلعني اكل شوي بالحشيش. انا ما كنت اتوقع ان الدجاج هذا يرعى مثل الغنم. هذا طبعا هذا الديوش هذني بعدهم تصور ما يوعى، بس واحد منها صار يومين هيك اوعي، يعني بعدهم ما كاملات. تصور شوف الحجم مالته ايش كبره. يشوفون الحجم تبعه ايش كبره. شوفوا شلون. وهاي نوعية الدجاج تحكي لكم عنها. شوفوا قد حلوة. المشكلة طلع بس 2 بهاي. شوفون شلون حلوة. هاي واحدة طلعت وحدة، هاي وحدة هنا، دولة 3، وذيك واحدة هناك. تشوفون يطلعهم برا هنا يظلون ياكلون الحشيش. هذا ياكلون مثل الغنم ياكل. شوفون هذا نوع اسمه الوها، ما موجود، جديد كل جديد، بعدها ما منتشر. طلعنا هم نتونس عليهن، وبعدين ياكل الحشيش وهم شكو شي بالارض ياكلن دود، وهم يسمدن يعني فضلاتن تسمد المكان. انا كل فتره كل اسبوع 10 ايام
انظف بيتها اطلع هاي مالت الوسخ واسمع بيه. مثلا مثلا عندي هاي بامية جديدة زرعتها، شوفتكم اياها، وزرعتها بشهر السادس، شوفوا صارت ما شاء الله ايش كبر. زين. شلون اخوان هذا المنظر؟ بس تعب يا اخوان، تعب جهد. تسميد الماي 339 340 دولار اجت هذا الشهر، 340 دولار. 300 تجي معدل بالشتاء طبعا اقل لانه السقي يصير اقل، بس بالصيف 300 280. هسه الشهر هذا اجت 340 دولار. على مود كله على مود ذني واحد يشوفهم الرطبات يتونس بيهن يحويهن. شلونهم هذا جماعة الرطب؟ احنا بس نريد نعيشكم بالذكريات. هذا شوفوا ما شاء الله ذكريات حول الرطب. اللي يجي هنا حياه الله وهلا بيه، والبعيد يعذرنا لانه هذا قلت لك الرطب ما ينشحن، صعب على ما يصير تمر ان شاء الله، بلكي الله يسهل الامور. عينه تفتح على عندك هيك تطالع بيه وشوف بيه رطبات جوا. هسه مثلا نشوفه. شوفوا اخوان هذا المجهول، واعذرونا سامحونا. اي والله. يلا نتواصل مع الجميع ان شاء الله. مع السلامه. لا تنسونا بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا اليوم رزق اليوم. هذا اليوم 24 بالشهر. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وعلى. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هاي سلة وهذه سلة. شوفوا شلون هذا ما شاء الله الحجم مالته، الشكل مالته. هذا رطب المجهول. العفو يا اخوان. شوفوا كله مناصيف. وهذه وهاي واحدة هنا. وهاي عندي حثك صار نخلة صارت ناعمة، بس صارت شنها برايمة. صارت برايمة حتى تشلحها يبقى النوى لكنه ذني النخلات اللي يظلن على حالهم ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد.